بقالي فترة كبيرة بافكر أعمل سلسلة حلقات أو سلسلة shorts كده عن فكرة الشريك المخالف. المشكلة الكبيرة اللي بتواجهنا كلنا لما نكون طابعين مختلفين في علاقة ومش عارفين نتكيف. تعالوا النهاردة نبتدي أول جزء منها. تعالوا بس نتفق كده كلنا إن إحنا كلنا أي طرفي علاقة أكيد مش جايين من نفس المرجعية، فالاختلاف طول الوقت وارد. الحقيقة إن إحنا اختلافنا أوقات كتير بيبقى سبب في نجاح العلاقة لو عرفنا نديره صح. والنهارده أول حلقة عن الشريك المتسلط والشريك المرن. الحقيقة إن المشكلة دي بتتعرض علينا بشكل كبير جدا، والحقيقة إن المشكلة دي برضو مشكلتها في تداعياتها أو تطوراتها. إن أوقات كتير جدا بيبقى الشريك المتسلط شايف إنه صح بحكم خبراته، بحكم سنه، بحكم حاجات كتير جدا، فبيلاقي نفسه بيقرر إن هو اللي يقود الموضوع. لكن المشكلة الكبيرة لما يكون هو عنده نزعات تسلط أو نزعات متطرفة كده في التسلط. الحقيقة إن هو طول الوقت بيجرب أدائه، مش مجرد إنه بيحاول يمشي المركب علشان نوصل لبر النجاة، لا بالعكس، ده هو طول الوقت بيحاول يغير قواعد اللعبة عشان تتوافق مع تسلطه. مشكلة بقى المرن في العلاقة دي إنه بيضطر يتنازل كتير جدًا، وبعدين تنازله الكتير أو الزيادة عن اللزوم ممكن يعرّضه في وقت من الأوقات للانفجار. طيب حل الموضوع ده إيه؟ الحقيقة إن المتسلط إحنا مش هينفع حتى نباشره كده أو نحاول نواجهه بفكرة إنه شخص متسلط بيدّي قرارات مش محسوبة. أوقات كتير جدًا ممكن القرار نتايجه تبقى مدمرة، بس هو من باب إن هو شخص متسلط وشايف إن ده من حقه، ممكن جدًا يأذي الطرف الآخر. الحقيقة إن الطرف المرن هو اللي عليه العبء الأكبر، لإن هو متلقي السلوك ده من الشخص المتسلط، فلازم يبقى عنده درجة من الوعي علشان يقدر يفصل التصرفات عن بعضها، ويقدر في الوقت المناسب يوقف الشخص المتسلط ده عند حده، وخصوصا لما يكون تصرفاته ممكن تأذي الطرف المرن أو تعيق استمرار حياتهم بشكل صح. الحقيقة إن طول الوقت إحنا الاتنين كفتي ميزان، لازم محدش فينا يطغى على الآخر علشان خاطر نقدر نكمل العلاقة بتوازن. لكن طول الوقت لما يكون في حد بيقود بسلوك متهور، علاقة عمرها ما هتكمل. أنا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغير اللي بعدها. السلام عليكم.